بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال ان شاء الله. بإذن الله نعمل معاكم السمك المشوي الجميل ده في فرن البوتاجاز. ايوه، ما تستغربيش، في فرن البوتاجاز والله، ولا دخانه، وجميل وطالع مستوي قد ايه، ومفيش فيه دم، وبخلطة رهيبة، ويعني هيبقى معاكي طعمه لذيذ جدا جدا عن ما تشويه بره او تجيبيه مشوي جاهز. اول حاجة عندنا كيلو من السمك بالحجم اللي تحبيه. تمام كده، هو سواء كبير او صغير هيتشوي في فرن البوتاجاز ويطلع معاكي جميل. تمام، هنشيل كده الخياشيم بتاعته بالبطن بس، ما فيش اكتر من كده، ما تقشروهوش عشان ما يلزقش معاكي في الصينيه اللي هتدخليها الفرن. عايزه تقصي الزعانف بتاعتك براحتك، بس هي ما بتفرقش يعني، انت يا دوبك بس بتحوشي الخياشيم بتاعته زي ما قلت لك بالبطن بتاعته، وتغسليه كويس قوي 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 تحت الميه الجاريه، وتحوشي السلسله الدم اللي جوه كده، وتنضفي بطنه من اي حاجه سودا جواها لغايه ما يبقى ابيض معاكي زي الفل كده زي ما انت شايفه. بعد كده بقى بتمسكيه بالملح، بتتبليه كده بالملح وتدعكيه بالملح من جوه، الملح بيطريه وبيديله طعم جميل جدا جدا زي ما انت شايفه اهوت. بدعكه كلته بالملح. تمام كده. وعندي ليمون برضو، حوالي ليمونتين او ثلاثة. السمك بيحب الليمون جدا، والليمون بيدي طعم للسمك رهيب. هتقطعي حوالي 3 ليمونات او 2 حسب الكمية اللي تحبيها، وتعصري كده في بطن السمكة زي ما انت شايفة اهوت. في السمك كله طبعا بتعصري في بطنه كده، وعلى بقى ما يتبل بالملح والليمون اللي معانا ده. عندنا بقى كمية من الخضار حسب كمية السمك، يعني انا هنا كيلو من السمك عندي 4 طماطمات، وبصلتين خضر، وربطة كزبرة، وقرن شطة حامي، وممكن تستبدليه ببارد لو تحب. هبتدي كده اقطع الطماطم معانا زي السلطة كده، او بالحجم اللي تحبيه، بس كل ما كانت صغيرة كل ما كانت احسن. تمام كده، ما بتحشيش القلب بتاعها ولا حاجة، بتقطعها كلها زي ما هي كده. انا كنت ممكن اقطعها على البلانشة، بس انا مستعجلة وعايزة اعمل الاكل. تمام كده، زي ما انتم شايفين ما خدش مني اي وقت خالص. همسك بقى البصل اهوت، هو متوفر وموجود البصل الاخضر، واعطيله نكهة مميزة جدا جدا تمام عن البصل العادي، بس انت عايزه تستبدليه ببصل عادي براحتك. وعندي قرن من الفلفل الحامي، عايزه برضو تستبدليه ببارد براحتك، بس هو مش هيبان في وسط الخضار ده كله زي ما انتوا شايفين، وعاطي طعم جميل جدا جدا، ومش حراق قوي يعني. والله الخلطة ديت بتتاكل قبل السمك ذات نفسه، مع الرز او العيش كده بالسمك، بتبقى جميلة جدا جدا جدا. ومعايا بقى ربطة من الكزبرة، هخرطها برضو ناعم زي ما انتوا شايفين. ومعايا بقى التوابل بتاعتي، هي توابل السمك معروفة: فلفل اسمر، كمون، كزبرة، بابريكا، ملح وتوم، مفيش اكتر من كده. هعصر بقى على الخلطة ديت ليمونتين زي ما انتوا شايفين كده، بتديلها طعم مميز جدا. ومعايا معلقه توم مفروم، لو عندك هريسه شطه حطي. وزي ما قلت لك كل حاجه معلقه صغيره من بتاعه التوابل: ملح، فلفل اسمر، بابريكا، كمون، كزبره، هي دي توابل السمك. تمام كده، ومعلقتين من الزيت. عندي بقى السمك بعد ما اتبل شويه بالملح والليمون، همسكه كده احشي في كل سمكه معلقه من الخلطه بتاعتي اهوت زي ما انتوا شايفين. والخلطه اللي هتفيض هقولك هنعمل فيها ايه. في الوقت ده بكون مولعه الفرن بتاعي على اعلى درجه حراره. تمام. هنا الاول عندي النخاله اللي هي الرده، بتطلع من الغله ما تطحنيها، او لو هي مش موجوده عندك في البيت بتشتريها من بتاع الاعلاف، او من اي عطاره موجوده. تمام. بتبلي السمك على الناحيتين كده، وتكوني مولعه الفرن على اعلى درجه حراره من فوق ومن تحت. لو الفرن بتاعك بيولع من تحت لوحده وفوق لوحده بتسخنيه جامد قوي، وبعد كده تطفي من تحت وتحطيه تحت الشوايه زي ما انت شايفه كده، هياخد لون معاكي من فوق. من جهه هتطلعيه وترش عليه ملح وفلفل اسمر. انا عندي هنا دقه عاملاه ام الله يرحمها، هي اللي معلمها لي، برش منها على اي حاجه: ملح، على فلفل اسمر، على كمون، على كزبره، على توم، دقه كده. تمام. وبقلبهم مع بعض، وبرش منها على اي حاجه. رشيت على الناحيه اللي احمرت، وبقلب السمك على الناحيه التانية. بتقلب ازاي؟ مش لازق، لان مش هيشيل القشور بتاعته. تمام. وبدخله تاني ياخد لون من الناحيه التانية، بيكون طالع معاكي بكل سهوله. بتجيبي بقى صينيه وتحطي منها الخضار اللي احنا عاملينه اهوت في الارضيه، وتبتدي بقى ترصي السمك عليها بالشكل ده زي ما انت شايفه، طالع جميل ومستوي، وما خدش منك اي وقت والله، ولا دخانه في قلب الشقه، ولا كأن عامله سمك وليه تشتريه من بره جاهز؟ وليه تشويه بره لما انت تقدري تعمليه عندك؟ بترشي بقى من بقيه الخلطه، وتحطي كده رشه ملح اللي هي اللي انا عاملاها، او ممكن تحطي ملح ابيض عادي بفلفل اسمر او بكمون.
وتعصري عصرة ليمونة كده، وتحطي باقي الخلطة اللي احنا عاملينها. اهم حاجة تقفلي عليه كويس قوي قوي، لو عندك ورق فويل او كده تقفلي عليه بكيس زي ما انت شايفة، عشان البخار بتاعه يطريه ويبقى معاكي جميل زي ما انت شفتيه كده. بعصر ليمونة كمان، وبقوم بقى قافله عليه الكيس ومغطيه عليه. لو عندك ورق حراري او ورق فويل بتقفلي عليه كويس زي ما انت شايف. مخدش معانا اي وقت، جنب شويه رز ابيض. يا سلام، وجميل جدا جدا، وكان طالع معايا بكل سهوله. ده دلوقتي شايفين البخار اللي طالع ده طراه وخلاه حلو قوي قوي، ويخلاه شرب التتبيله بتاعته تمام كده. اهو طالع معايا بالجمال ده. يلا يا حبيبتي، انزلي حط لايك واعملي اشتراك في القناة، وفعلي زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك اشعار باي حاجة جديدة انا بعملها. شايفين بطنه جميلة ازاي وبيضة ومش ناشف معايا؟ ليه؟ لان انا قفلت عليه البخار بتاعي طراه جميل جدا. وعايزة افتح لك الدماغ بتاعه، هقول عشان اوريك ان هو مفيش فيه اي دم ولا فيه اي حاجة خالص. شايفين جميل ازاي؟ اعمليه بعد كده في البيت، ما تجيبوش من بره. مع السلامة.